شفت لما حد سألها عن اهتمامها الزايد بالكلام عن ابوها ردت وقالت ايه؟ شوف كده. حد سخيف كان باعت لي بيقول لي هو اللي خلق ابوكي ما خلقش ابهات تانية. هو انت ليه بتحب ابوك؟ تعالى اقول لك ليه بحب ابويا يا معلم. ومش هتعصب والله العظيم ومش هتضايق. انا لما كنت بروح جامعتي انا كان في الساعه بابايا بيتصل بيا فوق ال60 مره. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما اعرفش. يقول لي ما تمشيش تتكلمي في الموبايل في الشارع، امشي على جنب، اطلع على الرصيف، لو حد نادالك في الشارع ما تبصلهوش. كان يدخل اوضتي ويغطيني ويطمن عليا، ولو انا حاطه التليفون تحت دماغي كان يجي يشيله ويحطه بعيد عشان دماغي ما يحصلهاش حاجه. كان كل ما يكلمني يقول لي خلي بالك على نفسك. كان بياكلني ويشربني وبيصرف عليا ومعززني ومخليني اسعد بنت في الدنيا. عمري ما بصيت لحد وقلت هو عنده حاجه هي مش عندي. لو كان هيطول يجيب لي نجمه من السما كان جابها لي. انا ابويا مهما الزمن يتغير الزمن مش هيعوض ابويا، مهما اتكلم مش هد حق ابويا انه حق عمره ما هيخلص. اول حاجه ربنا يرحمه، تاني شيء الناس الرخمه دي ما تديش ودانك لهم. الناس دي مش هتحس الاحساس بتاعك. الاب اللي مال الدنيا عليك بعطفه وحنيته وحبه لما بيروح من جنبك بيكون تاثيره كبير جدا. فبر ابوك بذكره والدعاء ليه وما تزهقيش، وخلص الكلام.